المهم المختصر، الجزائريين خرجوا كيقول لك بلي حنا تعدينا عليه وبلي هو عمل مسألة عادية، يعني هو ما عمل والو، قال هو ما عمل حتى شي حاجة، خصنا نطلقوا وعاملين هاشتاغ وتينا كتعرف كلشي مخلص، كلشي خارج كيقول بلي حنا كنتعداو وحنايا حكارة. المهم عبد الحق بوشريط، هذا الانسان هذا كيسكن في غيليزان، كان كيعمل لايفات وفيديوهات على حساب غيليزان كتعاني من العطش ومن قلة الاكل، ما كاينش الاكل، الناس كتموت بالجوع. عمل لايفات كيقول لهم اللهم هذا منكر، صيفطوا لنا السلطات يعاونونا، الناس كتموت غرقانه في فيضانات والناس كتموت بالعطش وبالجوع. جاو السلطات داوه غبروه، باقي لي حد الساعه ما عارفيناش لا شكون داه ولا علاش داوه ولا من كوميساريه هو. تخرجت الام ديالو كتضرع كترغب كتقول لهم الجزائريين عاونوني نعرف غير الابن ديالي فين هو. شو الفرق كيفاش عامل؟ مادام حنايا واخا هو جزائري وشبرناه في المغرب، عملنا له محاكمة عادلة وعيكمل 3 شهور ديالو عيمشي في حاله. ولكن الجزائر مجرد انه هو غير تكلم على حقه على الفيضان والجوع والعطش غبروه، الاثر ديالو ما كاينش. دابا الام ديالو كتطلب يعاونوها غير باش تعرف هو فين هو، سواء عتديلو ما ياكل او لا تعرفوا شنو يعملوا معاه او لا علاش غيحاكموه وباش غيحاكموه. هادشي هذا مستحيل تعرفوا، حيت في الجزائر سكتسمع طوع 20 عام 15 عام ما عندهمش مسألة حقوق الإنسان ولا حقوق التعبير ولا هادشي هذا ما كيعرفوهاش. جاب له الله وقيله، جاب لهم الله في هاد البوه اللي جان عندنا حنايا 3 شهور ديال الحبس، يلا عيد ركي ينعس شويه ويرتاح من داك السمير اللي كان عليه ويرجع بحالهم بلادو. ولكن هذا بالحق بوشريط اللي تكلم على غيليزان وعلى الفيضانات ونقص الاكل وما كاينش الشرب، كونوا متاكدين باللي عطل واحد المده وعنسموه 10 سنين الى عملوا معاه يديوه 7 سنين، حيت ماشي العرس الاول اللي حضرناه، راه بزاف قبل منه فحال هيدا 10 سنين 7 سنين 15 عام. الناس مشات جنات غير البطاطا عادي، الارض ديالو موسم البطاطا مشى جناها، هما كانوا عاملين واحد القرار باللي ما يجنوش البطاطا. 15 عام ديال الحبس على من؟ علاش جنيتي الارض ديالك؟ حنا قلنا لك ما تجنيهاش، واخا نفرضو هو غلط تعطيه 15 عام ديال الحبس، 15 سجنا، سنة سجنا نافذة. وتجي كيبغيو يقارنوا المملكة المغربية الشريفة والقوانين ديالها وحقوق الانسان ديالها وحق التعبير ديالها حق وحريه التعبير باي حاجه، كيجيو كيبغيو يقارنوها لك مع زريبه ما عندها لا قانون لا دستور لا ما لا ماكله لا حقوق. هادشي هذا بزاف. دابا غير مؤخرا كانوا، هادي واحد 10 سنوات فما فوق، كانوا المغاربه كتجيهم كونطراتات من اسبانيا كيمشيو يخدموا سواء الرجال او النساء، جاني فريسه بحال اللي كنقولوا حنايا. دابا مؤخرا ديك كونطراتات مابقاوش كيجيو للمغرب، طلبوهم الجزائريين، هما كانوا كيضحكوا علينا كيقولوا لنا فين يا اختك مشات كتجني فريسه. دابا ولاو هما الحلم ديالهم هما انهم يمشيو يجنيو ديك فريسه وديك النساء. اما حنا كانوا كيجيو كونطراتات فيما طاحت شراها راجل او لا شراتها امراه. هما دابا حاليا لا، النساء بالخصوص هما اللي كيطلبوا داك الكونطراطه باش يمشيو تما، وما عرفوش شنو يمشيو يعملوا تما، يمشيو يجنيو فريسات ماشي غير فريسه. المهم كنشكركم الاخوان على المشاهده. الى بغيتو تعملوا ابوني مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم دائما. الله الوطن الملك وعاش الملك.